أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض صفحات من مذكرات طبيب نفسي، يعني مش عادي خالص، إرفين يالوم وكتابه أصبحت نفسي. أهلا بيك. والكتاب ده فعلا مليان مقتطفات ومواقف بتكشف لنا رحلته الشخصية والمهنية. بالظبط، تجربة ملهمة جدا. المصادر دي بتدينا يعني لمحة قريبة قوي من جوه عن تكوينه كإنسان وكطبيب نفسي. من طفولته لحد أفكاره عن العلاج والحياة والموت. تمام، وتأملاته وهو كبير في السن وبيراجع كل المشوار ده. بنشوف إزاي تجاربه الإنسانية دي أثرت في شغله. وهدفنا هنا هو إننا نحاول نستخلص أهم المحطات دي، اللحظات اللي شكلته وشكلت رؤيته للعلاج النفسي. ونشوف إزاي مراجعة الذات دي حتى لشخص زي يالوم ممكن تكون مفيدة وملهمة لينا كلنا. طيب نبدأ بموقف هو حكاه، موقف مؤثر قوي في طفولته. كان عنده تقريبا 14 سنة. قصة والده لما تعب بالليل. بالظبط، والده تعب جامد فجأة بالليل، وجد دكتور مانشستر ده البيت. يالوم بيوصف إحساس غريب بالراحة والأمان اللي انتشر في البيت كله بمجرد وجود الدكتور. يعني مجرد وجوده طمنهم. فعلا، واللحظة دي تحديدا هي اللي زرعت جواه الرغبة إنه يبقى دكتور. قال أنا عايز أقدم نفس الإحساس ده للناس. ودي نقطة بداية مهمة قوي. الإحساس ده بالأمان بيتربط بعد كده بفكرة تانية مركزية عنده، اللي هي أهمية الصدق والشفافية في العلاج. إزاي بقى؟ هو بيحكي بصراحة شديدة عن أول حالة نفسية اشتغل معاها، سماها موريال. قريت الحكاية دي. وفي وسط الكلام هي استخدمت كلمة هو بصراحة ما كانش عارف معناها وقتها، كلمة مثلية جنسية. هو بدل ما يتظاهر إنه فاهم أو يغير الموضوع، اعترف ببساطة إنه مش عارف معنى الكلمة. وده كان ليه تأثير كبير جداً. اعترافه ده الصغير ده فتح الباب لعلاقة علاجية قوية جداً مبنية على الصراحة والثقة المتبادلة، اللي هو أنا مش لازم أبقى المعالج الخارق اللي عارف كل حاجة. ودي فعلا نقطة مهمة جدا، يعني المعالج مش مضطر يبقى في برج عاجي كده. لا خالص. وده بيودينا كمان لقصته التانية المشهورة عن السيدة البدينة. والنقد اللي حصل له لما نشرها. تمام. هو بيوضح إن كشف المعالج عن مشاعره هو تجاه المريض اللي بنسميه التحويل المضاد ممكن يبقى أداة قوية قوي في العلاج. بس أكيد في مخاطرة، مش كده؟ طبعاً سلاح ذو حدين. لازم المعالج يبقى واعي جداً وبيسأل نفسه، المشاعر دي بتاعتي أنا ولا فعلاً هتخدم المريض والعلاقة العلاجية؟ هل هي رد فعل لمشاكلي أنا ولا حاجة موضوعية في الموقف؟ الصراحة هنا مطلوبة بحذر شديد ووعي ذاتي عالي جدا. فعلا التوازن ده صعب ومحتاج خبرة ووعي كبير. وده بيوصلنا لواحدة يمكن من أهم بصمات يالوم في العلاج النفسي، اللي هي؟ تركيزه على القضايا الوجودية الكبرى، الموت، المعنى، الوحدة. بالظبط، هو مش بيهرب من الأسئلة التقيلة دي، بالعكس بيعتبرها جزء أساسي من التجربة الإنسانية ولازم نواجهها في العلاج. وشغله مع مرضى السرطان أكيد عمق النقطة دي عنده. جدا، شغله المكثف معاهم في مراحل متأخرة خلاه يواجه مخاوف وهو الشخصية المتعلقة بالموت بشكل مباشر وعميق جدا. لدرجة إنه راح هو نفسه للعلاج؟ لجأ للعلاج مع المعالج الوجودي الكبير رولو ماي عشان يتعامل مع القلق الوجودي بتاعه ده. وده بيورينا إن حتى الخبراء والمعالجين الكبار بيواجهوا نفس التحديات الإنسانية دي. وإن الاعتراف بالضعف ده جزء من القوة والنمو. تماماً. والفكرة الأساسية اللي بيوصلها بخصوص مواجهة الموت إنها مش لازم تكون مرعبة وبس. إزاي؟ لا، هي ممكن تكون حافز قوي جدا يخلينا نعيش حياتنا دلوقتي بشكل أكمل وأعمق. لما بنقبل فكرة إن حياتنا ليها نهاية، ده بيخلينا نسأل نفسنا طيب إيه المهم فعلا؟ إيه اللي يستحق أعيش علشانه دلوقتي؟ فده بيزود قيمة اللحظة الحالية. نقطة تانية لافتة في مذكراته هي فكرة إن فهمنا للماضي وذكرياتنا نفسها مش ثابتة، بتتغير. دي نقطة جميلة قوي. زي لما حكى عن إنه اتكلم مع صديق طفولته جيري بعد يمكن 70 سنة انقطاع. 70 سنة؟ والمكالمة دي خلته يشوف جوانب في شخصية أبوه ما كانش واخد باله منها قبل كده خالص. زي إيه مثلا؟ زي تفاني أبوه الشديد في شغله وتعبه عشانهم. قدر يقدر التضحيات دي بشكل مختلف تماماً بعد السنين دي كلها وبعد ما سمع وجهة نظر جيري. الذاكرة مش مجرد تسجيل فيديو قديم؟ لا خالص، هي عملية إعادة بناء مستمرة.
بتتأثر بخبراتنا دلوقتي وبنضجنا وفهمنا اللي بيتغير. ومع التقدم في السن بقى هو كمان بيتكلم بصراحة عن التحديات. طبعا، بيوصف بصراحة ضعف الذاكرة التدريجي، وإنه اضطر يتخلى عن حاجات كان بيحبها جدا زي لعب البوكر مثلا. دي أكيد حاجات صعبة. صعبة فعلا، لكن في نفس الوقت هو بيورينا قد إيه مرحلة التأمل ومراجعة النفس دي ممكن تكون غنية، فرصة لإعادة اكتشاف الذات وفهم أعمق للحياة ككل. يبقى رحلتنا السريعة دي في أفكار ومذكرات يالوم ورتنا خيوط كتير بتتشابك: تجارب الطفولة، الصدق في العلاقات، مواجهة القلق الوجودي، إعادة تقييم الماضي. كلها بتشكل في الآخر حياة ورؤية إنسان قدر يأثر في مجال علم النفس بشكل كبير قوي. وفي النهاية يالوم بيسيبنا مع فكرة مهمة. اللي هي الشخص ممكن يكسب إيه أو يخسر إيه لو عاش حياته كلها مركز بشكل أساسي على فكرة تجنب الندم ده؟ سؤال ممكن نفكر فيه.